يا سلام يا كامل، انت دايما كده تضايق عليهم يا اخي، مش عايزهم حتى يضحكوا. يضحكوا يا ستي يضحكوا، محدش مانعهم، بس بشويش شويه، الواحد مش عارف لا يقرا ولا يفكر. انت دايما كده، يا تقرا يا تفكر. تسمح تسيب الكتاب ده بقى؟ وبعد ما اسيب الكتاب عاوزاني اعمل ايه؟ اقعد مبلم زي الصنم؟ ما هو لازم الواحد يعمل اي حاجه، يفكر، يقرا، يتكلم. تسمح تقوم تكمل لبسك احسن ميعاد السينما قرب. لبس ايه بقى اللي هكمله اذا كنت قدامك لابس كل حاجه في ما عدا الجاكيته؟ بقالي على الحالة دي نص ساعة منتظر ان حضرتك تلبسي ولا الاولاد يخلصوا، مفيش فايدة. انا قربت اخلص اهو. بقالك ساعة بتقولي قربت اخلص اهو، قربت اخلص اهو، امتى هيحصل ده مش عارف. حالا بس مفيش داعي للنرفزة، ولا هو لازم يعني كل ما نطلع فسحة يا اخي نعملها حكاية؟ ولا حكاية ولا حاجة يا ستي، نستنى، احنا ورانا ايه؟ خلي ميعاد السينما يروح. لسه بدري، الساعة ما حصلتش 5:30. لا يا ستي، الساعة بقت 6 إلا 5، ها؟ والسينما بتبتدي 6:30، وحليني بقى على بال ما حضرتك تخلصي زواق وولادك يخلصوا دلع. ايه، انا لبست خلاص يا سيدي. شوفي بقى الولاد خليهم يشد حيلهم شوية. حاضر. نوال. ايوه يا ماما. نعم. انتوا بتعملوا ايه؟ بنلبس يا ماما، بنلبس. كل ده بتلبسوا؟ شدوا حيلكم بقى شوية. يا ماما فتحي واقف قدام المرايه ومش عارفه تسرح منه. بلاش معاكسة يا فتحي، خليها تسرح يا اخي. يعني انا حشتها يا ماما، ما تقف جنب الهام. يا سلام. ما بلاش تحكيمه وتيجي تسرحي جنبي. روحي اقفي جنب اختك الهام. يلا يا حبيبتي يلا. يا ماما مفيش مطرح جنب الهام. وسع لها شوية يا فتحي معلش. يعني بلاش انا اتسرح. وبعدين بقى في الدلع بتاعكوا ده، انتوا ظاهر ناويين تضيعوا ميعاد السينما. اتفضلي يا ست نوال. سعاد يا سعاد. ايوه جاي اهو يا كامل. يلا خلصوا بسرعه احسن ابوكوا ابتدى يتضايق. تسمح بقى تتاخر شويه؟ اتاخر اروح فين؟ اطلع الحيطه يعني؟ يعني بلاش اتسرح يعني؟ ما انت متسرحه اهو. تقدري تقولي لي يعني بتتعايقي على ايه؟ مين هيبص لك؟ وانت مالك انت يسم؟ يعني ما انت شايفه شكلك. اسم الله عليك، انت اللي عامل لي زي ابو قردان. انا ابو قردان يا حدايه؟ حدايه عاجبه نفسي يا اخي. اسمحي لي، انت نفسك حلوه قوي. تسمح تسكت بقى احسن والله العظيم اقول لبابا. وبعدين بقى يا فتحي، يعني ما انت سامعه يا الهام؟ مش سامعه كلامها البايخ ده؟ ما هو انت يا فتحي اللي ابتديت. مش عاجبك كلامي ما تكلمنيش يا اخي. تقدري تقولي لي ايه بقى اللي هتقوليه لبابا؟ ما تقصروا الشر بقى، امال انتوا مالكم نقركم من نقر بعد كده؟ ما هو انا لازم اعرف ايه اللي عاوزه تقول لبابا. يا جبانه. عارفه يا الهام بسلامته بيتشيك ليه؟ ليه؟ علشان توحة هتشوفه النهارده في السينما. يا بنت الايه؟ وعرفت منين؟ من التليفون يا فالح. اقول لبابا بقى؟ بت انت اتجننتي؟ وكمان بتشتم؟ طيب. لا ابدا انا ما بشتمكيش، خليكي جدع عمال. يا جبان. الله يسامحك. نوال خلي عندك ذوق بقى. سيبيني يا الهام، لازم اخد حقي عشان يحرم يقول لي شكلي. ما انت خدتي بحقك وزياده بقى. الله. او النبي قولي لها يا الهام. انت عارفه انا ظبطته ازاي؟ داخله الاوضه لقيته بيتكلم في التليفون وبيقول لها: توحة انا قطعت لك تذكره جنبي، انا هقعد في اخر الكرسي وانت تيجي بعد السينما ما تبتدي بشويه وتقعدي جنبي. توحة انا عندي ليكي كلام كتير قوي، وهي ما تجيش يا توحة. يا خبر يا فتحي، صحيح الكلام ده؟ انا ابدا، اصل الحقيقه واضحه زي الشمس. والتوحة بقى دي تطلع مين؟ مش عارفاها، البت المسلوعه دي ام عينين مغمضه. نوال لا اسمعي بقى، اوعي تقول عليها حاجه. اللي بتقول عليها المسلوعه دي لها اجمل عينين في الدنيا. وايه يعني بقى يا نوال؟ مش خلقة ربنا؟ ايه يا ولاد؟ ايه ده شديد؟ مفيش حاجه يا بابا. كويس كده؟ انتوا لسه ما لبستوش ولا ايه؟ لا يا بابا خلاص لبسنا، احنا جايين اهو. طب يلا بسرعه احسن ما عندناش وقت. مبسوطه دلوقتي يا ست زفت انتي كده؟ طب والله لا انا قايله له يا بابا. بص انت مجنونه. لازم اقول له يا بابا. نوال ارجوكي نوال، علشان تحرم تشتمني. حقك عليا. ودي راسك ابوسها اهي. خلاص بقى يا نوال بقى، ويلا احسن بابا قلق. علشان خاطرك بس، علشان خاطرك والله. شفت دمي جابك البلد. بتضحكوا على ايه؟ مفيش حاجه يا بابا، انا هقول لك. اصل فتحي نوال ايه الحكايه؟ اصل فتحي كان بيحكي لنا نكته. خلاص يا ولاد. ايوه يا ماما. يلا يا سيدي احنا كلنا جاهزين، هجيب الشنطه بتاعتي ونخرج على طول. هاتي لي الجاكيته من اوضه النوم يا الهام. حاضر يا بابا. كامل يا كامل، انت صحيتي يا امي؟ صحيت على هيصة الأولاد العفاريت دول. مش انا يا تيتا، مش انا والله ما صحاني من النوم غيرك وغير شقاوتك وضحكك انت يا ست نوال. اتفضلي اقعدي يا امي. كتر خيرك يا ابني. الله
هو انتوا خارجين ولا ايه؟ ايوه يا امي، رايحين سينما. سينما في البرد ده يا ابني؟ دي الدنيا تلج. طيب البس الجيرس وعليه السديري وعليه الجاكيتة وعليه البلطو، الجو الليلة دي ملوش امان. وعليه اللحاف يا تيتا. نوال، سيبها تضحك، سيبها، ما انا حاكم عارفاها البت دي طول عمرها في الشتاء عايمة. ما غرقت يا تيتا من زمان. يا خبر، دي الدنيا ابتدت تشتي. مش قلت لكم؟ الله. طيب وبعدين؟ والتذاكر اللي حاجزينها دي؟ دي بترخ جامد قوي. عشان تبقوا تبطلوا لكاعة. يلا اتفضلوا احسن يا دوب نلحق. انت مش سامعة المطرة ولا ايه يا استهاني؟ مطرة؟ الله، دي بتمطر صحيح. طب وبعدين؟ اتفضل الجاكيتة يا بابا. خلاص، ما عادش لها لزوم يا إلهام. يا بابا ايه يعني شوية مطرة صغيرة؟ ما احنا هناخد تاكسي يا كامل. ايوه بس مش معقول في الجو ده. لا يا ابني، ده مش جو خروج. احسن حد من الاولاد ياخد نزله، الله لا يقدر. معاكي حق يا امي. طب ومش خسارة تذاكر يا بابا؟ في 60 داهية التذاكر ولا لما حد مننا يعيا. بعد الشر عليكم يا ابني. طيب يا بابا، اروح انا نفسي اشوف الفيلم ده. يبقى روحوا في يوم تاني. ده اخر يوم النهارده والله يا بابا. ايوه يا بابا، خلي فتحي يروح وما تخافش، مش هيكون لوحده. مش هيكون لوحده؟ يعني ايه؟ اصلنا هنروح سوا انا وهي. لا يا ابني، تخرجوا في الجو ده ازاي؟ انتوا مستغنيين عن عمركم. ما هو يا نروح كلنا سوا يا نقعد كلنا سوا. خلاص مفيش خروج. يا بابا انا خلاص يا فتحي بقى. الله يا ماما انا لازم. فتحي، انا قلت مفيش خروج. ويا ذنبها ايه بس؟ هي انا بقول انا ذنبي ايه يعني؟ ادي انت قاعد ويانا زيك زينا. ايوه لكن يا بابا انا عاوز اشوف الفيلم دي، قصته حلوه قوي والله العظيم. معلش يا فتحي يا ابني، ما تزعلش. ما زعلتش ازاي يا تيتا؟ انت رايح تشوف قصة، حكاية بتاعت ناس في الغالب بتكون ما حصلتش، بتكون من خيال المؤلف. لكن احسن من القعده في البيت يا تيتا. ما حدش يعرف الأحسن فين يا ابني. انت زعلان علشان فاتك الفيلم؟ يا ريت كان على قد الفيلم يا تيتا. الحقيقة يا تيتا كلنا زعلانين. طيب ايه رأيكم هحكي لكم قصة حصلت، قصة حقيقية مش تأليف. كل الدنيا ما بتنطر بفتكرها. حصلت لمين يا تيتا؟ حصلت لواحدة صاحبتي ولعب الشتاء فيها دور كبير. قصة حب جميل كلها أمل وسعادة، وجه الشتاء عمل منها مأساة. الله، دي باين عليها قصة حلوة يا تيتا. قوليها لنا يا تيتا. ايوه قولها لنا يا تيتا. هي حصلت امتى؟ حصلت امتى؟ من 50 سنة. اسمعوا يا أولادي. في يوم من أيام الشتاء كانت هدى قاعدة ويا صاحبتها ليلى في جنينة في حلوان، مبسوطين لأن الشمس كانت طالعة والجو كان صح. وفجأة شافت هدى شاب قاعد لوحده جنب شجرة. اتهيأ لها إنها شافته قبل كده، لكن فين وإمتى؟ حاولت تتذكر ما عرفتش. دفعها الفضول إنها تقوم وتتقرب منه وتحاول تتحقق من شخصيته. فجأة عثرت رجلها في جذع الشجرة. ما تخافيش رجلي اتجزعت. معلش، بسيطة، دوسي عليها قوي. ايوه كده. ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن شوية. انا متأسفة اذا كنت ازعجتك. بالعكس، ده انا اللي اسف، لاني كنت ببصلك وانت ماشية، الظاهر حسدتك. حقك عليا. لا، انت ذنبك ايه؟ الحق على الارض. بالعكس، الحق عليا انا، لاني لازم كنت الحقك قبل ما تقعي. لكن اعمل ايه في الحظ؟ انا كده دايما، حظ سيء. حضرتك قصدي انا تهيألي ان سكت ليه؟ لا ابدا، مفيش حاجة. باين في عينيك انك ما بتقوليش الحقيقة. في حاجة كنت عاوزة تقوليها وبعدين رجعت في كلامك. حاجة زي ايه؟ ما اعرفش، انما ملاحظ من اول ما شفتك
ان في عينيكي سؤال بيدور على جواب. حكيم روحاني حضرتك؟ يمكن. على كل حال العينين هي الحاجة الوحيدة في الإنسان اللي ما تعرفش تكذب. أنا كمان ملاحظة أول ما شفتك إن في عينيك سؤال بيدور على جواب، صحيح ولا لأ؟ صحيح. شفت بقى إزاي؟ مش أنت بس اللي حكيم روحاني. أقدر أعرف كنت عاوزة تقولي إيه؟ الحقيقة أنا تهيألي إني شفتك، إننا اتقابلنا قبل كده، بس فين وإمتى مش فاكرة. غريبة قوي، نفس السؤال كان محيرني من أول ما شفتك، إنما أنا متأكد إني شفتك قبل كده ومن قريب مش من بعيد، يمكن من أيام. إنما فين وإيه المناسبة دي المشكلة فعلا. يمكن لو عرفت حضرتك تبقى مين أقدر أفتكر. ما أعتقدش، لأن أنا متأكد إننا شفنا بعض، اتقابلنا، إنما ما تعرفناش على بعض. وعلى كل أنا اسمي رمزي. رمزي؟ شفت إزاي؟ مش قلتلك؟ وحضرتك بتشتغل؟ عاوزة تقولي بشتغل إيه؟ مش كده؟ افرض كده. بتضحك ليه؟ أصل مؤلفين الروايات ساعة ما يجي الواحد منهم عند النقطة دي لازم يخلي البطل يحكي للبطلة قصة حياته. على كل حال ما يصحش نكسف المؤلف. وليه ما تقوليش ما يصحش نكسف البطلة؟ شوف يا ستي، أنا بشتغل مصحح في مجلة نجمة الفن. كويس. ده مجرد عمل عشان أعيش منه. أما هوايتي أو عملي الرئيسي فهو كتابة القصص. إنما للأسف دي مهنة ما بتوكلش عيش. هي فعلا في الأول ما بتوكلش عيش، إنما بعد كده لما الأديب بيتشهر. ويشتهر إزاي؟ إذا كان ما فيش الناشر اللي يشجع الأدباء الناشئين. كل ناشر بيفضل المؤلف المشهور عشان يستغل اسمه. حتى المجلة اللي بشتغل فيها مش راضية تديني فرصة. معلش ما تيأسي، ضروري هيجي الوقت اللي تلاقي فيه الناشر اللي يقدر مواهبك وينشر لك إنتاجك. بس المسألة محتاجة للصبر والكفاح والثقة بالنفس. بس الإمتى؟ الصبر له حدود. الفن الأصيل دايما بيشق طريقه في الصخر، ولازم في النهاية يوصل للناس ويلاقي عندهم التقدير اللي يستحقه. ده اليوم اللي بتمناه، على الأقل عشان يبقى لي بيت واستقر. انت عايش لوحدك؟ معايا اختي سلوى، بس هي دلوقتي عند والدي في دمياط، هتيجي بعد شهر. البيت من غيرها عامل زي الخرابة. ممتازة سلوى دي. انت الظاهر بتحبها قوي. اليومين اللي بتقعدهم عندي بتخلي البيت زي الجنة. أصحى الصبح على صوتها وهي بتغني، وأول حاجة أصطبح بيها عينيها السود الحلوين اللي دايما بيضحكوا. الله، انت لسه ما قلتليش اسمك ايه؟ اسمي هدى. كويس. هدى؟ اسمي مش غريب على وداني. افتكرت. عارفة شفتك فين؟ في حفلة جمعية البر من حوالي أسبوع. أنا كنت فعلا في الحفلة دي، وكنت لابسة فستان اسود. واحدة صاحبتك ندهت لك وقالت لك مش هنمشي بقى يا هدى؟ تمام. تمام. وكنت واقف بتبص لي، مش قلت لك اني شفتك قبل كده؟ ومشيت من الحفلة وانا بفكر ازاي اشوفك تاني، وما كانش عندي امل. يا سلام، قد ايه القدر ده غريب. ما غريب الا الشيطان. يا خبر، ده انا اتاخرت قوي، عن اذنك. على شرط اشوفك تاني. حاول ارجوكي ما تحرمنيش من امل ما صدقت لقيته. احنا لازم نتقابل دايما. امتى هشوفك؟ ما انت قلت دايما. هدى باركيلي خلاص لقيتها. هي مين؟ الفرصة اللي كنت بدور عليها، الناشر. صحيح. ومش كده وبس، مجموعة القصص اللي قدمتها له عجبته جدا. ألف مبروك ألف مبروك. يا سلام، ده أجمل خبر سمعته في حياتي. والكتاب هيطلع امتى؟ بعد أسبوعين 2 وأبدأ الصعود للمجد. ده انت وشك حلو عليا قوي. ما فاتش شهر واحد على أول مرة اتقابلنا فيها ووصلت الأحلام. الله، إيه اللي في بالك يا هدى؟ أنا كنت بتمنى إني أكون وياك، أشاركك فرحتك بأول كتاب يصدر لك في السوق. ما انت هتكوني ويايا طبعا، امال هتكوني فين؟ أنا مسافرة مع بابا بكرة الأقصر. الأقصر؟ ليه؟ بابا أصل بابا بيسافر كل شتاء الأقصر، ولازم أكون وياه، ومفيش حد غيري زي ما أنت عارف يقعد جنبه. وهتقعدي قد إيه؟ حوالي شهرين. شهرين؟ غصب عني يا رمزي، أنا مش متصورة إني هقدر أعيش بعيد عنك المدة دي كلها. بس يا هدى، مين عارف، مش يمكن الفراق ده في صالحنا. جايز القدر عاوزنا اتعذب واتألم عشان اكتب بحرارة وانفعال. اسمعي يا هدى، انا متأكد انك هترجعي تلاقيني رمزي اللي تتمنيه، رمزي اللي في قمة المجد، اللي قاعد يعد الايام والساعات في انتظارك.
مبروك يا رمزي، قصتك الاسبوع ده رائعه. الله يبارك فيك. دي عامله ضجه بين الجمهور والنقاد، حاجه ما حصلتش كده؟ قصه ممتازه صحيح، عجبتني قوي. متشكر يا عادل. الله، ايه الحكايه مكشر ليه؟ واحد غيرك يا اخي وصل للمجد ده في اقل من 3 شهور، كان لازم يبقى سعيد ومبسوط ومفرفش. قيمة المجد ايه لإنسان وحيد؟ الملهمه. 3 أشهر وهي بعيدة عني، مش عارف ازاي قدرت استحمل. أمل واحد عايش بيه هو إنها هترجع في يوم من الأيام. ايوه حالا جاي. اهلا هدى، الحمد لله على السلامه. اهلا، ازيك يا ليلى؟ اهلا ازيك يا وحشاني موت يا مبروك. وحشاني خالص. كنت مستخبيه فين من ساعه ما جينا امبارح وانا قلب عليك الدنيا، سالت عليك في كل حته. المهم سالتي على صاحبك ولا لا؟ رمزي؟ طبعا رمزي، هو في غيره؟ سالت امبارح في الجورنال، قالوا لي انه خد اجازه وسافر اسكندريه وجاي بكره. ايه اخباره يا ليلى؟ طمنيني. عقبال الحبايب، ده بقى فوق 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 ايه؟ فوق ما تتصور. بلاش دعوه يا ليلى امال. الله، انتوا ما كانش بيجيلكم جرايد ولا ايه؟ انا قريت له قصه في مجله الفكره، وعرفت من تقديم المجله انه اشتغل فيها. هو اشتغل وبس، ده عامل ضجه بقصصه وبيرتفع بسرعه زي الصاروخ. ربنا يحقق له امله. انا سعيده جدا يا ليلى. ايوه يا بابا، خير؟ في حاجه؟ شوف يا هدى يا بنتي، ايوه. عمك كان جاي النهارده عشان يطلبك لابن عمك الدكتور مجدي. ايه رايك؟ الحقيقه يا بابا، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. اسمعي يا هدى. ايوه يا بابا. انت في السنتين اللي فاتوا رفضت عرسان كتير، وانا من ناحيتي ما حاولتش افرض عليك اي واحد منهم. ايوه. لا، لكن دلوقتي مش شايف سبب يخليك ترفضي. مجدي ابن عمك دكتور ناجح وشاب وغني، ما افتكرش ابدا هتلاقي احسن منه. انا ما قلتش يا بابا ان مجدي وحش، انما اسمعي يا هدى، انت الظاهر في راسك صورة خيالية عن الزواج. سيبك من الاحلام، انت دلوقتي مش صغيرة. ايوه، بس اديني فرصه افكر فيها يا بابا. اصل في شخص معين يا هدى؟ لا، مش قصدي يا بابا، مش قصدي. انا بقول يعني يمكن. ارجوك يا بابا سيبني افكر شويه. شوف يا هدى، ايوه. عمك ومجدي جايين بكره عشان نقرا الفاتحه، عندك من هنا لحد بكره، فكري على كيفك. حاضر، هشوف يا بابا. عملتي ايه؟ طمنيني. لسه سأل عليه دلوقتي في الجورنال، قالوا لي انه كان في اسكندريه ورجع وهو دلوقتي في البيت. انا هتصل بيه. اسمعي يا هدى، انت عاوزه رايي؟ ايوه. رمزي دلوقتي بقى حاجه تانية، مجد ومال ومعجبات. تفتكري هيفضل عايش على ذكر غرام افلاطوني طول المده اللي فاتت؟ لا يا هدى، ما تضيعيش مجدي ابن عمك من ايديكي. مجدي عريس لقطه. ما تقوليش كده يا ليلى، انت ما تعرفيش رمزي. احنا متعهدين ان احنا ما نسيبش بعض ابدا. مفيش حاجه هتفرق بينا غير الموت. والله انت حره بقى في مصلحتك. اسمعي، أيوة. انا هتصل بيه دلوقتي. الو رمزي؟ ايوه انا رمزي. مين بيتكلم؟ انا هدى يا رمزي. هدى؟ مش معقول. الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ جيت من يومين. انا عاوزه اشوفك النهارده يا رمزي عشان موضوع مهم. خير؟ في ايه؟ لا مفيش. حاجه خاصه بمستقبلنا احنا الاتنين. فهمت. طيب اشوفك امتى؟ بكره الساعه 5 في الجنينه. وقبل الميعاد بنص ساعة كانت هدى قاعدة في الجنينة في نفس المكان اللي اتقابلوا فيه أول مرة، وفجأة الدنيا شتيت وجه الميعاد وفات نص ساعة وساعة واتنين ورمزي ما جاش. قابلتيه؟ ما جاش. مش قلتلك رمزي اتغير يا هدى؟ يا سلام، ده كان مشتاق قوي انه يشوفني. ده تمثيل يا حبيبتي، يعمل انه مشتاق يشوفك ويلتعك ساعتين 3، امال ازاي يتخلص منك؟ معاكي حق، الناس دول ملهمش امان. اسمعي، ايوه، انا خلاص قررت ان اتجوز مجدي. ده عيني العقل. واتجوزت هدى من مجدي. لكن رمزي نسي هدى صحيح يا تيتا؟ لا يا بنتي، رمزي نزل من البيت علشان يقابلها وركب تاكس علشان يروح لها. الدنيا شتيت والتاكسي عمل حادثة، انصاب رمزي ونقلوه في المستشفى
في حالة خطر. مسكين اتظلم. الرجالة دايما هم اللي بيتظلموا. وبعدين يا تيتا ايه اللي حصل؟ رمزي مات في المستشفى. يا حرام. لا حول الله يا رب. وعرفت هدى بعدين الحقيقة فتأثرت قوي. يا خبر، ده كله بسبب الشتاء؟ أيوة يا بنتي، بسبب الشتاء. وعلشان كده كل ما الدنيا ما تنطر بفتكر الحكاية دي اللي فرق فيها الشتاء بين قلبين.